بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ما زلنا مع التاريخ الإسلامي وعن مرحلة سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. سنتكلم حول أمور في بداية خلافته. أولا، مسألة الراتب، كما نقول المعاش. أبا بكر رضي الله عنه حينما بدأ بالخلافة طبعا الأسبوع الأول ربما لم يأخذ شيء، انشغل بأمور المسلمين، الطعام الموجود في البيت انتهى، لم يبقى شيء يأكله. بدأ يذهب إلى السوق حتى يتاجر، يبيع يشتري، يأتي بمصاريف للبيت. فرآه سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: يا أخي، شو خليفة رسول الله؟ شوفوا واحد آخر حتى يشتغل لكم. ليش؟ قال: يا أخي، أنا مشغول بأموركم ولم يبقى في البيت طعام الأولاد يأكلوا، جيبوا واحد حتى يخدمكم وأنا أذهب أتاجر حتى آتي بالمصاريف للمنزل. قال: لا ينفع هكذا، فأنت مكلف بخدمتنا. فحددوا له مبلغا من المال، مقدار الفلاني نعطيك. خلاص، قال: إذا تعطوني هذا يكفيني ويكفي أسرتي، وبعد ذلك أنا أعمل. حتى يقول بعد فترة، قال: يا أخي، إما أن تزيد وإما أن أترك، هذا ما يكفي. فزادوا له مبلغا حتى سيدنا عمر يعترض على الزيادة، فسيدنا علي يقول: لا، نزيد له. كانوا مستشارين فزادوا له في الراتب. هذا من ناحية الراتب. فخصصوا له مبلغا من المال فكان يدير به نفسه إلى أن أتى وقت سيدنا عمر. فهو كذلك مدة فترة أخذ هذا المعاش، وبعد ذلك قال: زيدوا لي فيه، هذا لا يكفيني. فزادوا له إلى أن أتى سيدنا عثمان، قال: أنا الحمد لله عندي مال، أنا لا أحتاج أخذ الراتب. فهو لم يأخذ الراتب من بيت المال المسلمين. ولكن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قبل أن يموت أو ينتقل إلى رحمة الله عز وجل، كان له قطعة من الأرض، فأوصى أسرته أن يبيعوا ويرجعوا الفلوس إلى بيت المال. قال: في نفسي شيء من هذا المبلغ الذي أخذته. فأمثالهم لن تجدوه في التاريخ. وحينما نقرأ تاريخهم ننظر بأنه كان موظفا عند الدولة وليس صاحب الدولة. فبعدما أتى الملوك لن تجد ولا أحد من الملوك تاريخ الإسلام نسميه خليفة، أمير المؤمنين أو أي شيء. بعدما انتهى الخلافة الراشدة فكانوا أصحاب الدولة، يعني هم يوزعون على الناس. أما سيدنا أبا بكر فقال: أنا موظف عند الدولة، أعطوني راتب. لم يقل أنا صاحب الدولة، بل قال: أنا موظف عند الدولة فأعطوني راتب. الفرق بين الاثنين، واحد يقول أنا خادم للمسلمين وأخذ راتبي، والآخر يقول أنا صاحب الدولة، أنا أوزع عليكم الفلوس. شتان بين الطرفين. هذا من ناحية التخصيص الراتب لسيدنا أبا بكر رضي الله عنه. أما بحث تاريخ حضرة أبو بكر أم صادق تجتي عوليروك أم بيجن مثلا معاش خليفة. معاش طبعا حضرة أبو بكر بو خليفة كتابه ها بحث كتاب تاريخ دبي سيچارو عوي حفتكي كارت كفردا چويدا چه كارات كد مال دخوارن نمازاروك برچين نات نبخن. والحاصل اینکه تش مشتاق گرد که از هر مشخص تجارت بکم زاروک برچینه نات نبخم پره بینم. دشه درید حضرت عمر دینت به کدا چی خلیفه پیغمبر به کدا چی زاروک برچینه نات نبخن. هر مشخص یکی بکن خلیفه برجوار خدمت بکه. چما دوی زاروکم خارن نماد به ام تجارت کن. تجارت هم سکن یا چند روزه کاری وقت کم. المال خارن نما نان زاروک برچینه هدی خلیفتیش مرا نلازم مشخص یکی دی بکن خلیفه. نادم صدق نبض خليفة ما يعني بان كان حب صحابية ما ظنت كن تبي حيرة أب شخصي هاني خدمتش مرات كبيا خليفة ما بيا مازن ما وبلاكو كارج مرات كعيشنا كم ما الله خارنتنا جن برشة زاروك برشينا تبي أمي معاش كي بدنا كي أمي تقام معاش بدنا كي مقدار كي برد بيجن وهنا كي جوشت حيوانة يعني وكا أنا برنجو فاصوليا وبامية وتشتي وساكن وتنبونا سروبي ياجي كذا بوغرشك ياجي هيتك برخك يا ام تشكي وكنو اینکی گوشت ام اینکی پره بدون تاتش خو گوشت چکی آواوی گوشتی تی بخوی اف پره هانه جلته جل جنکات زاروک تا مصرفات مال يعني پشت چند روزا دبه چند مکی در باست به جوان جار کادید به حیره والله اف معاش من هندکه اف معاش ترا مناکه جاونش مراز هدا بكن ياس خليفتي وناكم يعني ودبجن ده بكردي دبجن نانوزكو دبنيا نانوزكو ده يعني اوجي تنهيدي زاروك برچين نانتنا بخون مثلا دبي 205 درهم دانه كي ياش دينار
دبيج مرا بكن سيصد وقوشتي حيوانش بشكل زيدا بكن حضرت عمر دي والله زيدا ناكن مجبوري داره بكي حيرا والله تيرام ناكه هندك حضرتي علي تجمعان حضرتي علي بحالي حضرتي عمر بعلي ورا انا مستشارا يعني ها وكبجن ابيكو قرار ددن خليفه بسري نكارت شاكي بيجا دبي ابو بكر جمرات بيجا معاش من هندك وجرج مرا زيدا بكن نانتنا زاروك برشينه ايش بجمع زيدا ناكم دبي عمر تشخات ابو بكر تشخات خوازه دبي دسودو بينجيه دبي جمرا بكن سياسات بدون انا بكن سياسات دبي ما بكن سياسات عندك يعني دبي بكا بجا الانصاف يعني فقير يعني خدمتش دولت راتك جناوي هي زاروكي هي نخوشين هي خوارنك هي چنا به معاش وان بشكل زياده بكن دبي عليدا معاشي بي زياده بكن جبون اخو اداره بكن حضرت عمر جي معاش سن حضرت ابو بكر وفات كده من مساله بوجن حضرت عمر جي معاش سن حضرت عثمان معاش نسنج دولته قوم الحمد لله زنجينم مالو ملكي من هي ايش دولته معاش ناستينم حتى حضرت عثمان بريك شهيد بكبه جرا قوت انت برا مرا خواريه تزي مزي كريه لو رد هر زمان ده انسان كو افتراء الخليفه والمزنات كن درتين جرا قوت انت برا مسلمان العائله بلا كريه خطبه خويا داوود بريك شهيد بكن قالوا صحابيه قالوا مسلمان كو مناست كن قبله قو بريك اسباب خليفه ناوا ودا يكي وكا من زنگين ابو قو والله يكي وكا تزنگين تنبو قو ايروج دحب دباب خينتر دبي من مانا قلنا قو يعني بريكم بلا كريم بري خدا يا عائله خدا يا اقربائكم بري مسلمان اندا داي دنوا 10 ساله ده ان زنگينه و ازمو ايرو بما اي فقير يعني فقط مر حسبت بخوازي نخوازي هناك انسان راضي نامر خوشوان ناچه لي حضرت ابو بكر او معاشك 10 ساله سن بريك وفات بك پرچکی عردی وی هبو زاروکی خورا گو وی عردی بفروشن پری وی جاره کادی بدن مسلمانه بیت المال دل من نرحت خوازم وی معاش نخواره خوازم وی معاش یعنی نسنده برا خدمتم تبش بونه خواده به خواده جبونه خو قبول بکن تماشا کن خلیفه کی وک حضرت ابوبکر چه خدمتی کرد پاشه وانه کوهاتن و کان بجن زمان معاویه رضی الله عنه جوی و بگره حتی خليفه ميداوي عبد الحميد العثمانيه او قصد في 1200 سال يعني 300 سال يعني ده حضرت علي بشون ده تبون خوي معاش نا فشتي حضرت علي بون خوي دولته ودولته ما ايدي اوان معاش الملة بلاد كر يا كنا دغ ابي معاش خليفه معاش خليفه تنا ايدي دوله خليفه يعني دوله تبدا استيدايه بخو برجنا بدا كسر بسته اما حتى حضرت علي وانا معاش صندن دقو ام خدمتكاري بي دولتنا ام تريد تبجي مامور يعني موظف ام موظف دولتنا ام خوي دولتنا فرقك او قسم مازن يعني يك ماموره يك جيب يا خوي دولتي او قسم فرقك مازن براوند تشيبو افيا جبرات عقله مدابه فرق وان صحابي وبيغمبر وان تربيه كر افو يعني قو قاصد خوارنا خو ام بنمر اكيد مرنا لازم كذلك هناك امور لابد ان نتكلم شئنا ام ابينا ذكر في التاريخ نحترض لا نحترض يقال بأن هناك من اعترض على خلافة سيدنا أبا بكر فنحب أن نقول كلمة صغيرة بعدما بويع رضي الله عنه بالخلافة لم يقم أحد من الصحابة قال أنا لا أقبل أعترض نذهب إلى الانتخابات مرة ثانية لم يبقى شيء خلاص اتفقوا وبدأوا بخدمة الإسلام ما يقال الآن من الخلافات بين الذين يدعون بأنهم شيعة سيدنا علي رضي الله عنه محض من الافتراء هناك اعتراض الرجل الفلاني ورجل فلاني اعترض وهذا قتلوا هذا واقتلوا هذا كل هذا كذب في كذب الصحابة بعدما اتفقوا على خلافته قال امشي على بركة الله ونحن معك في خدمة الإسلام لم يكن أحد منهم يفكر أن يكون صاحب منصب لأنهم كانوا يعلمون المنصب مسؤولية أمام الله عز وجل الذي يبحث عن الخلافة وعن المنصب يوم القيامة سيوكل إلى هذا المقام وسيحاسب أمام الله عز وجل فكانوا صاحب هذه الفكرة يخافون من تولي الحكم إلا أن أجبروا لذلك كان يقول سيدنا بكر وليت أمركم وليت لم يقل أنا توليت وأخذت هذا واستحقت هذا بالانتخابات طلعت أول واحد في الانتخابات لم يقل له هذا فلم يكن هناك اعتراض على خلافته بعدما بيع خلاص انتهى الأمر وسكروا هذا الدفتر ولم يفتحوه مرة أخرى خلاص انتهى الأمر بدأوا كيف بإمكاننا أن نخدم الإسلام وكيف نوزع وكيف نقوم بالدفاع عن الإسلام هكذا
الجو الحقيقي هذا، وما يقال بأنه هذا قتل هذا وهذا قتل فلان وهذا سمم الفلان، كذب لا أصل له، ولكن من كثرة الكذب بدأنا نصدق. يكذب 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 100 واحد إذا يكذب خلاص في النتيجة نحن نصدق هذا الكذب. يعني هذا ما حصل. عشرات الكتب مئات الكتب كتبوا هذه الأمور الكذبة، فبدأنا نشك هل هذا صحيح، وبدأنا ندافع عن الكذب. وهذا كمان مصيبة، يعني الكذب يكون حقيقة وتبدأ تدافع عن الحقيقة الذي أصبح مخفيا، تدافع عن الحقيقة وتحارب ضد الكذب الذي كان كذبا فأصبح حقيقة بعد ذلك. مصيبة كبيرة هذا كذلك. نقطة كادنت صبرت بيرا مدابة پشتێک حەزرەتی ئەبوبەکر بوو خەلیفە، ئانا تێگوتن ئەم ژوەرە ئاشکرا بێژن ئەوێکش خورات بێژن ئەم شیعینە ژوەرە بێژم، یانێ ئەوی کەلیمە پڕ ناخوازم بینم زمان لێ حەقیقەتە کێگەرانکی ئەنفعم بکەن. دەبێت نا حەزرەتی ئەبوبەکر بحیلەسان ناوەڵە فلان کەسێک کوش، نا ژعریەدان فلان کەس، ناوەڵە حەزرەتی عەلیش خۆن ناتخواستی مەجبور کردن نظام چه ئیهانەتی ئانن سەریوی لە ژناوی خستن وان تشتێ و ساکن و تێن گوتن تەڤەکی سەری حتا بنی دەرەوە. پشتێک و پێغەمبەر وەفات کرد، حەزرەتی ئەبوبەکر هات قبول کردن خەلیفەتی، تی سەحابەکی دیوی دەفتەرێ بە نەکرد، نەگوت چما بووی وەڵاس قبول ناکەم ئەمێ جارێکا دی هەرن بترکی یعنی بزمانێ ئانات بێ قۆنگەرە یان قۆنگەرەکی چێکن جارێکا دی و ئەزێ سەر بکەبن وڵات سەر نەکەتی ئەمێ هەرن هەلبژارتنێکی سەرچمێک تشتێک و هاتنە بوو، پشتێک و هات قبول کردن وی دەفتەرێ گرتن گۆ جارێکا دی ئەم نابژن چما هاتینا خلاص مەتە قبول کردیە تێ خزمەتە دینێ خودێش مەرا بکی. لێ وەکی دی تشتێک تێگوتن تەف دەرەون ئەسڵ جێراتنە سەحابیە خزمەتە دینێ خودێ بسەلامەتیش خوا داوام کردن حتا کۆ ئەم بێژن وەفات کردن. یانێ إجا برياك افتراءات كرن دروات كرن كتاب نفسان دنا ولا عمر وهاكرنا علي وهاكر نظام جعريدان فلان كس فاطمة كشت نظام كرن بريا دروا كرن أوان دروا بون حقيقته دي أم تبي يقين كن. إجا أنا مجبور أدمن كتاب هذا نفسنا أم بجن الله فيها دروا ولا فيها نراسته. إجا بحزارة افتراء هاتنا كرن وان افتراء بون حقيقة يعني بحزارة برياك هاتنا قوتن يدي دفترن إجا مجبور عالمه ما يبصر ما نراد بن بي أفدره ونراسته أفدره ونراسته وأفدره ونراسته يدي أمشي تتناف ضمانه يعني دماكو صد حب دره ورن كرني يدي مرف يقين كفان دره وبركي راست بن أبجي مصيبتها كادنية. وحصل هناك شيء بسيط علينا أن نذكر مسألة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركه من المال هل يكون وارث ليأتي أحد يرث هذا المال أم لا؟ لأن بعض الفئات ضخموا هذا الأمر وقالوا أبو بكر كان ديكتاتورا وأخذ مال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركه لتركته وهكذا وهكذا، ضخموا الأمر كثيرا. ولكن نعم في بداية الأمر ربما يوم يومين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل لنا ميراث من تركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنت فاطمة. ولكن أبو بكر أعلم وأخبر الجميع قال أما سمعتم بأن الرسول يقول لا نورث ما تركناه صدقة؟ هذا كلام الرسول، مال الرسول يكون صدقة لا يكون وراثة لأولاده وذريته ولأزواجه. ماذا نفعل؟ قال ماذا كان يفعل الرسول في هذا المال؟ قال يرفع قوت أسرته أو عائلته لسنة وبعد ذلك يوزع. قال أنا كذلك سأفعل مثل هذا، أنا بعدما أحصد أو ما يأتي من هذا الأرض، خصوصا هناك أرض اسمه أرض فدك يعني يكون في خيبر، يقول بيد الدولة نشغل هذا الأرض، ما يأتي منه نعطي لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أزواج وبنات ما يكفيهم كما كان يفعل الرسول، الباقي نوزع على المسلمين. في بدل ما نعطيها للأزواج والزوجة تعمل والزوجة الفلاني ما تعمل وهكذا تفعل، ويضيع الأولاد أو الزوجات يبقين بلا رزق، الدولة سيقوم بهذا الخدمة والدولة يوزع عليهم وانتهى هذا الأمر. لم يطول كثيرا. يقال بأن فاطمة غضبت كثيرا ولعنت أبا بكر ودعت عليه وما إلى ذلك، كذب في كذب. فبعدما فهمت نعم الرسول قال هذا الكلام، وسيدنا أبو بكر تكلم مع عباس ومع علي قال أما سمعتم يقول الرسول هكذا؟ يقول نعم خلاص، إذا تعملوا مثل ما كان يعمل الرسول تفضلوا اعملوا، ما تعملوا خلي الدولة يعمل ونرفع عنكم هذه المشاكل. فانتهى الأمر. هذا لم يطول ولم يبقى بينهم شيء، ولكن يحب دائما زرع الفتنة
نرجو الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الفتن. تشتكي دنيجي تيساجي بي أبو بكر تخوازن بيس بكن حاشاوي دبين بيخمبر بشتي وفات كير أبو بكر دست خدا سر مال بيخمبر گو از مالی الکسکی بلا ناکم برا تف جمرابه ای قیزاوی خواست گو نادم تا جناوی گو از نادم تا افجی دروه کی اصل بی مسئله تنه تشتی که هبو عرده کی هبو صداقات کو دست پیغمبر دم ابو پیغمبر چت کر ساله جاره کی عرد تشتی که جدهات ام بجن محصولاوی یعنی گلراوی حق جن خو تورن خو زاروک خو دگو اویا مصرف اویا ساله کی اوی مای دا مال بسلمان بیت المال پیغمبر وهات کرد ابو بکر گفت بیا پیغمبر گوتیه مال من نابه میراث میراث هم متنه یعنی جن هم زاروک من میراث ناگرن عرض من دست پیغمبر بیه ابو بکر بی از جواکا پیغمبر بکم او عرض هانه از اجتهاد تجارت بکم گاوا کبو هاوین یا جبجن پاییز آن خرمه بن آن گنم به آنجا به چه به از العائله پیغمبر حقی وان بلاکم جنوی چه قصه گنم اشترا لازمه چه قصه خرمه لازمه هاش طرفیه گنمت خرمات ایصاله کی اوی مای ددم صدقه ددم بیت المال پیغمبر وها کری اجبی تشتیانه بکم و کدی کسی که برا نبجه پیغمبر گوتی مال من ناب میراث اوی مسئله او قبرو کی درو مسئلات خبردان دفتر گرتن صافی کردن تشتکی نما ایجاد من فاطمه خواستیه و علی خواستیه و ابو بکر شر کریه و لوان خواستیه و تشتاج وانا گوتیه و لعنت الهوانینه توکی درون لورا یک جوان جن پیغمبر جی عایشه قیزه ابو بکر یک جوان حفصه قیزه عمره ندان قیزه خوشی یعنی ندان فاطمه ندان قیزه خو ندان فاطمه کو قصور ما مزنه که پیغمبر گوتیه اف مال نا که دست عائله اف مال یعنی الفقیر و فقرا بلاد و بی مال الفقیر و فقرا بلا کرن بی شکل دفتر یهات گرتن یعنی تشت زیده کتی گوتن فدک و ها و تلویزیون و کرم ناوی فدک و ناوی چه گلک تشت وانا تف درون اصل جراتنا. امر اخر مختصر الامر قبل ان ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى رفيق الاعلى الى ربه قد امر بتجهيز جيش بقياده اسامه حتى يرسله الى جهه الشام لمحاربه الروم ولكن مرض الرسول فتاخر الجيش فبعدما انتقل إلى رفيق الأعلى وبويع أبا بكر بالخلافة فقبل وفاة الرسول كان هناك بعض القبائل يبدأوا بالردة يا خلاص نحن وأنا أنت مسيلمة الكذاب منهم تفرقة لأنه لا تنسوا شيئا إذا هبت الرياح من جهة إلى جهة أخرى كثير من الناس يمشون مع الريح فبعض الناس فبعدما رأوا نصرة الإسلام وهكذا قالوا نحن مع الإسلام ولكن بعدما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا قالوا خلاص نحن كمن شيء رأوا حسب عينهم بأن الإسلام بدأ يضعف فقال فما دام الإسلام يضعف فلنهاجم ونأخذ شيئا لنا فحصل هذه المشاكل فبعض الصحابة في المدينة ومعظم الصحابة قال هذا الخوف بدأ وسيهاجم علينا سيهاجمون علينا لنأمر جيش أسامة أن يبقى في المدينة وندافع ولكن في الأخير أبا بكر قال لن أحل راية ربطها الرسول صلى الله عليه وسلم أو عقدها الرسول لن والله لو يهاجموا علينا لو يسحبون في الشوارع سأرسل هذا الجيش ومقداره ربما 3000 أو أكثر شوية فأقنع الصحابة قال سنرسل هذا الجيش الرسول قال سيذهب قالوا خلاص إذا أنت ما تسمع الكلام وأنت مصر أن ترسل الجيش نغير القائد أقل شيء يعني واحد أكبر سنا وهكذا فكذلك أبا بكر يقول تطلبون مني أن أغير قائدا عينه الرسول يعني كيف هذا فلم يقبل وهذا كذلك يدل على أنه كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبتدعا لم يأتي بشيء من عند نفسه قال الخط الذي خطاه الرسول لنا سنسير في هذا الخط لا أغير القائد ولا أغير وجهة الجيش وفي النتيجة رأينا بأن أبا بكر كان صاحب حق لأنه حينما أرسلوا هذا الجيش كثير من القبائل سمعوا بخروج هذا الجيش فبدأوا يخافوا وقالوا لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش الضخم يعني فهذا الجيش يدل على قوتهم فسياسيا كسبوا الكثير فبقى تقريبا حوالي 40 وأكثر هذا الجيش في ذهابا وإيابا
ولكن في النتيجة كان فيها الخير والبركة، ولكن أبا بكر كان يقظ. في الدروس القادمة سنرى كيف واجه حركة الردة كما نقول الذين بدأوا يخرجون من الدين، وهناك حركة الذين منعوا الزكاة. حصل جروبين، مانع الزكاة وكذلك الردة، طرفين أبا بكر كان يحارب معهم. تشتكي دنا مساج ورا بيجن قالوا جماعته پیغمبر بريك وفات بك هيزا كي دابو حاضر كرن دقو برابانا آلي شامي دهرم تقريبا چند هزار عسكر بون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی وانا حاضر کرد جوان انسان هانی را گوتن و نهرن لی پیغمبر وقتی وفات کرد وانا گوتن ابو بکر وانا نشینه خیرم چما نشینه گوان انسان هانی گروبکی عسکری منه گاوک وانا در کهون ملتك وايديت خوازج اسلام در كبهن لو را پشتك پیغمبر بريك وفات بك گروبك انسان و گوتن والله و اسلام ضعيف و امل همبر اسلام شر بكن قد جبير ونك قالوا جماعه جارنا وقت باي قوتي آري تداوره دوست تزيدد بن وقت پشکی ضعيف تبين آري تزيدد بن وقت پیغمبر دي نخوش كات ملتي گو والله و اسلام ضعيف و جارك دي امج اسلام دور بكبن اوان انسان اسلام امود وان نما گو اسلام پشکی ضعيف يلوره هردم خدي منفعته هناك انسان منفعته وان زكي وانا معيده وانا يعني نابجن خدي چ گوتيه اوان انسان درکتن گواش خو محمد مرحاش علیه الصلاة والسلام امش بشکی بی خنیمانه مالی آنش خراب ببن صحابیاش ابو بکر صدیق را گو یا ابو بکر گوها گوانا نشینه براوانا نچن ایم چاب کن گو برالورا ببینه خلقانا وره ایلیش مدینه بکه ابو بکر عاجز بو گو او هیزا کو پیغمبر حاضر کریا والله از بشینم اچمات کارم نکارم نشینم پیغمبر مادام گوتیت هری گرز وان انسان هانه بشینم گروان انسان هانه هرن ور حاصل نهارت ابو بکر اصرار کرد بنا گروانه هرن ابو بکر زانا بو ابو بکر جوان زیادتر تجربه ویا دنیا هبو ایگو مادام قبول ناکی ابو بکر الا گروانه هرن سروکی يبقى هرينا سروکی اسامه بو اسامه 18 سال و گبرکی دا اختیار ورکی او مازن ور یک خالد مثلا ابو بکر تیس عاجز بو او پیغمبر کریا سروکش مراد بجم وراکه يعني وكا وحاشا پیغمبر نظام بيه اذهب عاقل بنوها وفي تشتج مراد بيجن نا والله اذيك پیغمبر قوتت سروكي او سروك با وهرا اي ورش دفردا مسألة كورو دورة لي ام في تشت تماشا بكن ام تماشا تكن كو صحابية پیغمبر وقتك ابو بكر كرن خليفة فضل خودي بو يعني خودي رحمة كما ظل مسلمانا كر ابو بكر كر خليفة ابو بکر اشتوازه تر خواه تجربه بو انسان ناس کر حکمت و گلکتر بو باش زانه بو چیه اما ویا درسی هاتی دا بدینو که ابو بکر پر فایده کمازن گیاند اسلامی و دما کووی وان عسکر اسامه تقریبا جماره و نزه 3000 انسان و زیادتر بو چون هاتن قال لك فایده کمازن چه بوج مسلمان را لو روات وانا درکتن حتی علی شامی هاتن قال لك انسان قوت نوانا في عسكري انج مدينيات قول لك وانا بقوه نبو نوان انسان نتشاندن ملتي حساب خكر حساب خد كيانه دما كنت بينجح بانسان بشني جي كي ملت بلا محقق لما لجي حزار حبانا لو ما بينجح بات نوانا قال بالخن اگر ابو بكر وان انسان نشاندا بالعكس ده ضراره وي زيدج مسلمان راچيد بو هر كسي ايريش مسلمان بكرا لي ابو بكر اصرار كد جو غرض وانا بشينم او سياسيا دما كچونو هاتن ما فهم كركو حضرت ابو بكر دها قرارك باش كرتبو قراري دها بخير بو قراري بسلامت بو او صحابي اجدما كو يكربون خليفه زانبون چمات كن خليفه يعني خدد لهب اني جوان را يكرن خليفه تجربه كاويه زيده هبو ربي عالم يجيب سلامتي وبر بسلامتي اني طبعا اختيار أبا بكر رضي الله عنه يمكننا أن نقول الله عز وجل وفق الصحابة لأن يختاروا هذا الرجل المناسب في المكان المناسب. أبا بكر رضي الله عنه ربما كان أكبرهم سنا وأكثرهم تجربة ومعرفة بنفوس الناس، فنرى حكمة الاختيار. الله عز وجل وفقهم لأن يختاروه، وبعدما يختاروه كان صاحب رأي جميل في معظم الأمور. الصحابة أولا يعترضوا، ولكن في النتيجة بعد النقاش والمناقشات يجتمع على رأيه، وبعد ذلك يقول وفقك الله، كنت على الحق وكنا نعارض هذا الحق، رأيك كان أصوب من رأينا. ومن هذه الأمور حينما أرسل جيش أسامة لم يغير القائد،
بأمور مثل هذا حينما كان يصر على رأيه. فالصحابة بعد المناقشات بعد الأخذ والعطاء يجتمع على رأيه، وحينما يجتمع يرون بأن أبا بكر كان أصوبهم في هذا الرأي، والله عز وجل وفقهم لأن يفعلوا هذا. وهذا كذلك من لطف الله وكرمه بالإسلام والمسلمين أن هيأ رجالا لأن يخلفوا رسول الله ليقوموا بحمل الدين وراية الإسلام ونشره في البلاد. بهذا الأمر ننتهي إن شاء الله إلى أن نجتمع في الجمعة القادمة إن شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته. حتى برا خطبة ما بس حفتاتي إن شاء الله أمي خطبة خود دوام بكم بإذن خدا سلامتي بدمه ببين خير وخشيدة حتى حفتاتي وجنا خوش خورا دعاء بكنج مريا دعاء بكن ربي عالمي شفاء جنا خوش رب شنا رحمة خل مريا مبكى سلامتي بدمه تبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.